في مشهد من فيلم مصري. المخرج قال له أنا مرعوب من التصوير. الممثل سمع المشهد كل يوم وكأنه بيسمعه لأول مرة، ولما جه وقت التصوير الكلام مختلف تماما عن السيناريو. وعادل إمام اللي كان بيمثل جنبه بكى بدموع حقيقية. المشهد ده كان عن راجل مريض بالزهايمر، مش بيعرف حد، وبعد سنين الراجل ده عاش المشهد ده بنفسه. بس ده مش كل الحكاية، لأن الراجل ده اتحبس 3 مرات ورفض أدوار بقت أيقونات، وقال عن نفسه أنا صعلوك وبفتخر. وعشان نعرف الحكاية كاملة لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1940، في 31 يوليو من نفس السنة، وتحديدا في المنوفية. اتولد سعيد صالح إبراهيم. والده راجل أزهري صارم بيشتغل في شركة الغاز، بس سعيد كان أول حفيد في العيلة كلها، فاتدلع وعاش طفولة محبوبة. كبر في حي السيدة زينب، الحي اللي علمه إن الفن في الشارع مش في المسارح. اجتهد وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة سنة 1960. كان قدامه طريق وظيفة حكومية مضمونة، بس عنده حلم تاني خالص. بس هو كان عايز يبقى مطرب. فعلا اتقدم لنقابة المهن الموسيقية، والملحن حلمي بكر اللي كان في لجنة الاستماع في وقتها قال إن صوته كان كويس، بس رفضوه لأنه كان بيعتمد على السمع ومش عارف أساسيات التلحين. يعني مصر اتحرمت من مطرب، بس كسبت أسطورة كوميديا. بس السؤال اللي لازم نعرفه، إزاي الراجل ده اتعلم التمثيل؟ حول صدفة واحدة بس لإمبراطورية بالكامل. بدأ مشواره في مسرح التلفزيون، واكتشفوا الفنان حسن يوسف، وفي مسرحية 111 كفر أبو مجاهد كان في واحد في الجمهور بيتفرج باهتمام، وده كان عادل إمام الزعيم. الصداقة دي بنت إمبراطورية كوميديا كاملة، من مدرسة المشاغبين 1973، وتحديدا شخصية مرسي ابن المعلم الزناتي. إفهاته بقت أشهر كوميكسات في مصر، لا وفي الوطن العربي كله، ولسه ما زالت الناس بتستخدمها لحد دلوقتي. وبعدها عملوا مع بعض أفلام كتير زي رجب فوق صفيح ساخن، والمشبوه، على باب الوزير، الهلفوت، سلام يا صاحبي. وكان دايما بيقول أنا بعشق عادل إمام وهو كمان بيعشقني. السؤال هنا، لو حلمي بكر قبله في نقابة المهن الموسيقية وبقى مطرب، هل كنا هنعرف سعيد صالح أصلا؟ قولوا لنا في التعليقات. في يوم جملة واحدة قالها على المسرح غيرت حياته للأبد، وخلت مصر كلها تتكلم عنه، بس مش بالطريقة اللي توقعها. سنة 1981 سعيد صالح على المسرح في اسكندرية، مسرحية اسمها لعبة اسمها الفلوس. الجمهور كان بيضحك وبيسقف، وفجأة خرج عن النص وقال أمي اتجوزت 3 مرات، الأول وكلنا المش، والتاني علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش. الجمهور ساعتها ضحك، بس في الجمهور كان في قاضي، والجملة اعتبروها إسقاط على رؤساء مصر ال3. وكانت المرة الأولى في تاريخ مصر إنه يتحبس فيها فنان على ذمة التحقيق لخروجه عن النص. 7 أيام حبس احتياطي في سجن الحضرة، وحكم ب6 شهور مع الشغل وغرامة 50 جنيه. تنحى القاضي لأنها بقت قضية رأي عام، وأصدر القاضي الجديد قرارا بالإفراج، وسعيد انهار باكيا بعد خروجه. وعادل إمام وصف المحاكمة بأنها محاكمة للفكر المصري. قول لنا رأيك في الكومنتات، كان غلط ولا كان شجاع؟ بس المشكلة إن المرة دي ما كانتش الأخيرة، لأن اللي حصل بعد كده كان أقصى بكتير، وفي تفصيلة هتتصدم منها. السجن للمرة التانية والتالتة، والكل اتبرأ إلا هو. اتهم في قضية مخدرات تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة سنة 1991، وقال أنا بريء والنظام تربص بيا بسبب طول لساني.
أما في سنة 1995 نفس التهمة هو وسبعة من زمايله، المحكمة أصدرت حكم بحبسه سنة مع الشغل وغرامة 10,000 جنيه، وتم تبرئة كل المتهمين إلا هو. نفس التهمة اتبرأ منها الكل، وهو لوحده اتحبس. قضى وقته في زنزانة مجاورة لغرفة الإعدام. أصابه الأرق والفزع وفقد شهيته، وكان بيفكر طول الوقت في بنته هند. بس لما خرج قال حاجة محدش توقعها. قال اتحسنت صحتي في السجن، وحسيت إني أكتر حرية من الآخرين. راجل حبسوه عشان يسكتوه، وطلع من السجن أقوى بكتير. دلوقتي خليني أقولك عن الأدوار، لأن في أدوار رفضها سعيد صالح بقت من أيقونات الدراما المصرية، وفي سبب رفض واحد منهم هتضحك وتتعجب في نفس الوقت. ليالي الحلمية، دور العمدة سليمان غانم، اللي بقى أيقونة على إيد صلاح السعدني، وده كان المفروض يأديه سعيد صالح. طلب يصور ساعتين بس كل يوم، فرفض المخرج وادى الدور لصلاح السعدني. ولما شاف صلاح بيأدي الدور قال لبنته بكل صدق: شايفة عمك صلاح عامل إيه؟ بس في رفض تاني هتضحك منه فعلا. فيلم مسجل خطر مع عادل إمام، رفضه لأن دوره كان بيموت في النهاية، وكانت عنده بنته هند، وخايف يموت في الحقيقة لو مثل الموت على الشاشة. الدور راح لصلاح أبيل. لو كان سعيد صالح قبل دور سليمان غانم، هل كان هيبقى أحلى ولا صلاح السعدني كان الأنسب؟ قولولنا في التعليقات. ودلوقتي وصلنا للحكاية اللي عشانها الحلقة دي اتعملت. مشهد واحد جمع صديقين عمر، وعادل إمام بكى فيه بدموع حقيقية، وبعد سنين الممثل عاش نفس المشهد بنفسه. سنة 2010 فيلم زهايمر مع عادل إمام. سعيد صالح جسد دور صديق عمره مريض بالزهايمر. حطوه ولاده في المستشفى، وجي عادل إمام عشان يزوره، بس للأسف معرفوش. المخرج عمرو عرفة قال: كنت بروح لسعيد صالح كل يوم واحكي له المشهد وكأنه بيسمعه لأول مرة. ولما جه يوم التصوير قال كلام غير اللي كان مكتوب في السيناريو، بس نفس المعنى، ويمكن كان أحلى بكتير. وعادل إمام كان بيبكي بدموع حقيقية، مش تمثيل، كان بكاء حقيقي على صاحبه. بس لازم هنا نقول حاجة مهمة. مؤلف الفيلم نادر صلاح الدين أكد إن سعيد صالح وقت التصوير كان بكامل وعيه وكان بكامل صحته، بس بعد سنين أكدت بنته هند إنه أصيب بالزهايمر، وقالت إنها لقيته بيتحول للمشهد اللي كان بيمثله. ولكن المرة دي ما كانش تمثيل، كان في المستشفى بيسأل عن أصدقائه رحلوا من زمان زي أحمد زكي ويونس شلبي. كان عارف إن هما ماتوا، لكن هو ما كانش فاكر. يعني الراجل ده عمل المشهد من هنا وعاشه في نهاية حياته. وكالعادة الدنيا ما بتمشيش زي ما بنتمنى. في 2005 أجرى عملية قلب مفتوح عشان يغير 3 شرايين، وفضل يعاني من مرض السكري والالتهاب الرئوي ومشاكل في القلب. 31 يوليو 2014 يوم عيد ميلاده ال76 دخل في غيبوبة. يوم 1 أغسطس 2014 رحل سعيد صالح بعد عيد ميلاده بيوم واحد، ودفن في مسقط رأسه في المنوفية. وعادل إمام قال: فقدت صديق عمري الوحيد. راجل حلم إنه يبقى مطرب فرفضوه، راجل ضحك مصر فحبسوه، راجل رفض يمثل دور الموت وما قدرش يهرب منه، راجل مثل مشهد النسيان وعاشه في آخر حياته وفضل في قلوبنا للأبد. رحم الله سعيد صالح. لو الرحلة دي عجبتك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل الرحلة، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن مليان قصص أمتع بكتير. سلام.